انطلقت في جيبوتي الجولة الثانية من المفاوضات بين الحكومة الصومالية ووفد من تحالف إعادة تحرير الصومال المعارض برعاية الأمم المتحدة. وفي جيبوتي أيضا يجتمع وفد من مجلس الأمن مع الأطراف الرئيسية في الصراع الصومالي اليوم سعيا لإقناع الجماعات المختلفة بالتعاون وإعادة النظام إلى الصومال. وسط غياب تام لتحالف المعارضة الصومالية من حضور الجلسة الأولى للجولة الثانية من المفاوضات، افتتحت الجلسة الرسمية لمؤتمر المصالحة بين أطراف النزاع في الصومال. وفد الحكومة الانتقالية قرر المشاركة ويرى أن التفاوض هو السبيل الوحيد للخروج من الأزمة، ويعلن أن لا حاجة لوضع شروط مسبقة قبل إجراء أي تفاوض بينهم وبين المعارضة. لا أحد يرغب في بقاء قوات أجنبية في بلاده. الحرب الأهلية وظروف الوطن هما السبب وراء هذا الوجود، لكن عندما نتفق ويتوفر الأمن للصوماليين فلا مبرر لاستمرار وجود القوات الأجنبية في البلاد. أما جانب تحالف إعادة تحرير الصومال اشترط إضافة بنود أساسية لجدول النقاش قبل دخولهم إلى قاعة مؤتمر المصالحة بينهم وبين الحكومة، وتعتبر أهم المطالب الاستراتيجية للأطراف المناوئة للوجود الأثوبي تحديد موعد زمني لخروج القوات الأثوبية من الصومال وعدم عقد لقاءات مباشرة مع الجانب الحكومي. كان هناك سوء تفاهم بيننا وبين سيد عبد الله ولد عبد الله مبعوث الأمم المتحدة للصومال بما يتعلق كيف تجري الأمور، ولكن هذا سوء التفاهم الآن قد انتهى وحلينا المشكلة. ضغوط الأطراف الدولية وجهود الأمم المتحدة من أجل إيجاد صيغة توافقية بين الفرقاء الصوماليين ربما تعيد الأمل للنازحين والمشردين من أبناء هذا البلد الذي فقد تماسك وتوحد قياداته السياسية قرابة 20 عاما. وإحنا نحتسب أن هذا جدول الأعمال لفهم بعض من مشاكل اللي مطروحة الآن في الصومال، وضروري فهمها وبحث عنها قبل الاجتماع والمفاوضات والمحادثات السياسية. وكعادة المؤتمرات السابقة، ما أن تنتهي النتيجة بالفشل كانت تحدث مفاجآت غير متوقعة على الأرض، كاجتياح الجيش الأثوبي الأراضي الصومالية بعد فشل مؤتمر الخرطوم بين المحاكم والحكومة. إذن كيف تكون المفاجأة المقبلة إذا فشل هذا المؤتمر ال15 للمصالحة الصومالية؟ وهل يدرك الفرقاء ثمن تفرقهم؟ فهد ياسين، الجزيرة، جيبوتي. أصر المدعي العام